اهلا بيك يا برج الجوزاء في قناة جينيوس هات تاروت. النهاردة خلينا نشوف الملايكة عايزين ينصحوك بايه او يقولوا لك ايه او رسالتهم ايه ليك في الوقت الحالي. خلينا نبتدي. برج الجوزاء. واضح يا برج الجوزاء ان الموضوع عاطفي اكتر. في تواصل، زي انت بتكون حاسس ان في تواصل روحي بينك وبين حد، بس التواصل الروحي ده مش حلو. انت ممكن تكون انفصلت عن حد او ان في حد بعد عنك او آه، وانت عايز تعمل مبادرة ان انت او حد ما بتكلموش بقالك فترة، وانت عايز تعمل مبادرة حب او مبادرة ان انت تتكلم معاه او تبتدي بداية جديدة او كده. بس بس انتوا التواصل اللي بينكم مش حلو. التواصل اللي بينكم ممكن انت استنيته كتير او استنيت كتير، فبقيت على طول متوتر متضايق. بص، انت هتتجنن على الشخص ده وقاعد في مكانك وحزين ومتضايق وما عندكش زي امل ان الموضوع دوت هيتم، مع ان الموضوع يعني فيه قابلية ان هو يتم. بس انتوا التواصل ما بينكوا بقى غضب، بقى مضايقة، زي ما يكون تحفز. أم، فده لو طور الموضوع هيتطور بطريقة مش حلوة، لان انا دلوقتي لما يكون افكاري ان انا قاعد مستني بقالي كتير، انا قاعد متوتر، قاعد متضايق، قاعد غضبان، ليه الشخص ده ما بيردش عليا، ليه انا مستنيه كتير، ليه مثلا انا المفروض ليه ما بيرجعش، انا المفروض ان انا اتواصل معاه مش هو اللي يتواصل معايا. كل دوت، كل الافكار دي بتروح للناحية ده. واضح ان انتوا بينكوا تواصل قوي جدا. بس فدوت بيعمل زي مشاعر غيرة وتحفز واستحواذ فبيبعد الشخص التاني عنك اوتوماتيك. هو التاني مش حاسس بحاجة، بس يجي عايز يتصل بيك او يتواصل معاك يحس لا لا مش هيقبلني، لا لا مش هينفع، لا في حاجة مش مريحاني في الموضوع، لا في كذا. كل دوت حتى لو انت بتدعي و... وقاعد عمال تقول مثلا اوراد معينة عشان الشخص ده يرجع لك او يتواصل معاك او الطاقة بتاعتها كلها تحفز وعصبية وضغط، فده مش حاجة حلوة على فكرة. فبتخلي فانتوا بقى بينكم التواصل مبقاش حلو. آم، بس فانت محتاج بس تهدى شوية يا برج الجوزاء، يعني تهدى. يعني انتوا اصلا بتحبوا بعض، وان ده وكل حاجة، والتواصل بينكم ممكن يبقى كويس جدا. آم، بس واذا كان حد وصل لك مسج عن الشخص دوت عصبتك او ضايقتك او كده، حاول ان انت تهدى، لان احنا كل واحد بيوصل المسج من مفهومه او من منظوره على برضه. يعني كل واحد بيفهمها بطريقته، فمش شرط ان هي دي تبقى الصح. فعشان الاحسن ان انتوا ما تدخلوش بينكم طرف ثالث، لان لو في طرف ثالث ما بينكم او في حد بيوصل مسجات ما بينكم، هو ده اللي عمل المشكلة. ممكن يكون مش بسوء نية منه او بان هو وحش، بس بيوصل الموضوع بطريقة غلط. أم بس فانتوا محتاجين ان انتوا تتواصلوا بهدوء ويبقى في فرصة، لان كل التواصل بينكم مش حلو، في استحواذ، في المفروض الغضب ده يهدى شوية، في تحكم، في سيطرة، كل واحد عايز يتحكم في التاني. فطبعا وبالذات انت يا برج الجوزاء. بس فنصيحة الملايكة ليك ان انت آم، ان انت تتخلص من مخاوفك دي وتبتدي تشتغل عليها. وانت حاسس ان الظروف، ممكن يكون عندك ظروف معينة او حاجة معينة، او نشأة معينة او عيشة معينة او مثلا اي حاجة حاسس ان هي ربطاك، حاسس ان هي مأيداك. دي كلها من خيالك، ومفيش حاجة اسمها كده. مفيش حاجة اسمها ان انا عشان عيشة معينة مأيداني، اصل انا عندي ولاد فمش هينفع اعمل كذا فعشان هما مأيداني. لا، كل واحد عنده الفري ويل، القدرة ان هو ي... ان هو يختار ويشوف هو عايز ايه وهيعمل ايه. آه
مفيش حاجة اسمها ان انت تبقى stuck في حاجة او مربوط في حاجة. الرابطة دي دي بتبقى برضو من خيالك ومن افكارك السلبية تجاه نفسك. فانت محتاج انك تطلع من كل الاوهام دي ومن الالوجنز دي، و... وتقول لنفسك انك قادر، انك تستحق، انك هتقدر تعمل ده، ان مفيش حاجة مقيداك، انك تقدر تعمل اي حاجة انت عايزها. وان انت اي موقف او اي شخص مخليك مش مبسوط تتخلص منه، انت مش مربوط معاه في حاجة وبس. وما تستناش حد يجي ينقذك، محدش بيجي ينقذ حد على فكرة. انت اللي محتاج يبقى عندك الفري ويل ان انت تحرر نفسك من اي شخص او من اي بني ادم، محدش هيجي ينقذك. بس دي نصيحة الملايكة ليك. وان انت محتاج تتعلم اكتر، تت... آم، وت... وتثق في نفسك زيادة، وتثق تثق في امكانياتك. ممكن تكون عايز تتعلم حاجة جديدة، ممكن عايز تدرس حاجة جديدة، فالملايكة بيشجعوك وبيقولوا لك جو اهيد، يعني انت عندك الامكانيات دي وروح وتتعلم. وممكن يكون حاجة ليها علاقة بالفنون، ممكن ليها علاقة بشغلك، ايا كان ايه الحاجة اللي انت عايز تدرسها، فالملايكة بيشجعوك. وده وبيقولوا لك كمان لو انت بتفكر ت... انك عايز تغير شغلك او مجال شغلك، ده الوقت اللي انت المفروض تغيره وتعمل موف للكارير بتاعك كله. بس وبينصحوك انك تبص للديتيلز، لان النجاح دايما بيكمن في التفاصيل. بس فلو انت عندك مشروع جديد عايز تبتدي جو اهيد، حاجة عايز تدرسها يلا بينا، عايز تغير شغلك ده الوقت ان انت تغير شغلك والمجال بتاعك دلوقتي. اكتبولي كده في التعليقات ايه الاخبار وايه رأيكم في القراية، ويا رب اكون افدتكم والمسج وصلتكم واضحة. وميرسي قوي، باي باي.